خلّينا كده نبُص على مصطلح تاني، وقبل ما إحنا نبُص على المصطلح ده، خلّينا دلوقتي نقول إن أنا بيكون عندي الregenerator كcolumn بالنسبة لي هو شكله بيكون عامل إزاي. باختصار شديد أنا بادخّل الwet glycol من هنا، جميل جدًا، وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الwet glycol بيبدأ إن هو ينزل لتحت، فأثناء ما هو نازل لتحت هو شايف water vapor بيبدأ إن هو يطلع لفوق، عشان كده الجزء اللي هنا ده هو كل دوره إن هو عبارة عن شبكة بتمنع الجلايكول إن هو يطلع مع المَيّة قدر الإمكان، ومع ذلك برضه في شوية جلايكول ممكن يطلعوا، عشان كده إحنا بنعمل condensation أو بنعمل reflux بحيث إن إحنا نرجّع الجلايكول اللي المَيّة سرقتها نرجّعهم تاني لغاية الcolumn بتاعنا، ولكن هنا هو مش بيركّز على الreflux على قد ما هو بيركّز هو إزاي الجلايكول بيحصل له regeneration. أنا عندي الwet glycol بينزل هنا بيبدأ إن هو يعمل contact مع الfire tube. إحنا اتكلمنا قبل كده على الfire tube، ده عبارة عن reboiler جوّه الregenerator. يبقى أنا دلوقتي اللي فوق ده عندي اسمه إيه؟ اسمه regenerator، اللي تحت ده اسمه reboiler، وممكن الاتنين دول على بعض يتقال عليه الglycol regeneration package. طيب وبعدين إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا إن دلوقتي الجلايكول اللي أنا خلّيته يغرّق المنطقة ديّة كلّها، هو دلوقتي بقى شايف الحرارة بتاعة الfire tube اللي موجودة هنا، لإن أنا باعمل إيه، أنا بابدأ إن أنا باضخ هنا غاز، الغاز ده بيتحرق، طبعًا أنا باضخ غاز وهوا. طيب الair والfuel اللي أنا باضخهم هنا، بابدأ إن أنا أحرق الغاز جوّه الfire tube دي، وبعد كده البواقي والأدخنة بتاعة الحريق تبدأ إنها تطلع من الstack أو الchimney اللي هي المدخنة اللي موجودة هنا. وبطبيعة الحال بما إن أنا دلوقتي عاوز أعمل regeneration أو recovery للجلايكول بحيث إن أنا أحوّله من wet glycol لغاية lean glycol، فالطبيعي واللي بيحصل هنا إن أنا بابدأ إن طول ما الwet glycol متغرّق أو مغرّق الfire tube دي، هو بيبدأ إن هو يمتص منها الحرارة، وبما إن هو بيقدر إن هو يمتص منها الحرارة، ففي الحالة ديّة المَيّة اللي موجودة مع الجلايكول تبدأ إنها تتبخّر. طيب لمّا هتتبخّر هتروح فين؟ هتبدأ إنها تطلع لفوق من هنا، أثناء ما هي طالعة لفوق بتقابل الwet glycol اللي هو نازل لتحت. طب وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل والمفروض يعني والطبيعي إن طول ما المَيّة وهي طالعة تبدأ إنها لو شايلة كمية من الجلايكول، يبدأ الجلايكول إن هو ينزل لتحت ويسيب المَيّة. طيب المَيّة بعد كده بتعدّي على الmist extractor اللي موجود فوق ده، وهو برضه كل دوره إن هو لو المَيّة شايلة شوية جلايكول، الmist extractor بيساعد إن المَيّة دي ما تهربش ويكون معاها جلايكول، فبيبدأ الmist extractor إن هو يعمل condensation لشوية من الجلايكول اللي المَيّة شايلاها. طيب وبعدين؟ أنا دلوقتي بقى خلاص عندي الكمية اللي موجودة هنا دي، هي خلاص نقدر نقول عليها إنها بقت lean glycol. أعمل فيها إيه؟ أنا هابدأ إن أنا هادلقها هنا كده على الdry glycol outlet. يبقى في الحالة ديّة الجزء اللي على اليمين بالنسبة لي هو هيكون dry glycol أو lean glycol. طيب أنا دلوقتي محتاج إن أنا هاخزّنه، هاعمل إيه؟ أحط تحته كده تانك، ماشي؟ التانك ده بيتقال عليه السيرج درام أو السيرج تانك. هو كل دوره إن أنا باحوّش فيه الجلايكول. طب بعد ما باحوّش فيه الجلايكول، خلاص أنا محتاج إن أنا أستخدم الlean جلايكول ده تاني، بحيث إن أنا هاقدر إن أنا هارجّعه الكولم تاني بتاع الغاز اللي هو الكونتاكتور أو الabsorber، بحيث يقدر يعمل لي dehydration تاني للغاز والcycle تفضل إنها تتكرر. ولكن هنا هتقابلني فكرة إن دلوقتي الجلايكول وهو طالع بيكون سخن جدًا، فأنا مش محتاج السخونة ديّة وأنا مدخّله على الغاز، لأ بالعكس ده أنا محتاج أكون مدخّله على الغاز بارد شوية، وأبرد شوية من درجة حرارة الغاز، بحيث إن طول ما هو أبرد شوية من الغاز، بيقدر يمتص المَيّة من الغاز. فرصة إن هو يمتص المَيّة من الغاز بتكون كبيرة
طول ما درجة الحرارة بتاعته بتكون أقل من الغاز، ولكن بيكون في range معين، يعني مثلًا من 5 ل10 درجات بيكون درجة حرارته أقل من درجة حرارة الغاز اللي موجود جوّه الcontactor. عشان كده أنا مضطر إن أنا بعد ما هاخلّص الregeneration اللي بيحصل هنا للجلايكول، هاخد الجلايكول السخن أدخّله على heat exchanger يبرد شوية، وممكن أدخّله على heat exchanger تاني بحيث إن هو يبرد تاني، وبعد كده هادخّله على pump. الpump دي هتبدأ إنها تدفّع لي إيه، تبدأ إنها تدفّع لي الlean glycol لغاية الcontactor من فوق. طيب ده باختصار هو إيه اللي بيحصل جوّه الregeneration package، وبرضه هنتكلم عن الحاجات ديّة قدّام بالتفصيل. طيب إيه علاقة ده بالgas stripping؟ ويعني إيه أصلًا كلمة gas stripping؟ الحقيقة إن كلمة stripping gas ممكن تكون معقدة كمفهوم للبعض، ولكن خلّينا نشرحها بالراحة. أنا دلوقتي عندي جلايكول معاه مَيّة، المَيّة ديّة وهي طالعة أنا مضطر إن أنا أفضل أرفع درجة الحرارة بشكل كبير، بحيث إن المَيّة دي تقدر إنها تطلع من الجلايكول. طيب هل من المنطقي إن أنا أفضل أرفع درجة الحرارة؟ أكيد طبعًا لأ. طب لأ ليه؟ لإن أنا لمّا هارفع درجة الحرارة مع زيادة درجة الحرارة اللي أنا بافضل أرفعها، فأنا كده باعمل مشكلتين. المشكلة الأولانية إن أنا باستخدم طاقة أكبر، وده طبعًا حاجة غير محبذة. إيه الحاجة التانية والمهمة، إن أنا لمّا بازوّد درجة الحرارة باخلّي الجلايكول نفسه يبدأ إن هو يغلي، فبدل ما أنا كنت باطيّر المَيّة، بقيت باطيّر مَيّة وشوية جلايكول بيطيروا منّي. يبقى أنا في الحالة دي لو محتاج إن أنا أزوّد الconcentration هالاقي إن نسبة الفقد في الجلايكول بتبدأ إنها تزيد، ونسبة استهلاك الطاقة بتبدأ إنها تزيد. عشان كده الناس فكّرت إنها تعمل طرق تانية من خلالها بتقدر إن أنت تزوّد الconcentration بتاعة الlean glycol بدون ما تزوّد درجة الحرارة، بحيث إن أنت تطيّر أكبر كمية من المَيّة من الrich glycol وتحوّله لdry glycol أو lean glycol. طيب إيه الطريقتين دول، أو إيه الطرق اللي أنا ممكن أستخدمها؟ الطريقة الأولانية هي حاجة اسمها الvacuum pressure. الطريقة التانية هي استخدام حاجة اسمها الstripping gas. طب خلّينا دلوقتي نتكلم عن الstripping gas. هو الstripping gas ده بيعمل إيه؟ أنا باختصار شديد زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده، أنا بابدأ إن أنا أضخ غاز جوّه الrich glycol. طب وبعدين إيه اللي بيحصل؟ الstripping gas اللي أنا باضخه جوّه الrich glycol بيكون عبارة عن dry gas. فهو بقى بيعمل إيه؟ الstripping gas بيبدأ إن هو ياخد الwater vapor اللي موجود مع الجلايكول، وبيساعده إن هو يطلع وينطرد برّه الجلايكول. معنى كده إن أنا باطلّع كمية مَيّة كبيرة أكتر من الجلايكول، معنى كده إن الconcentration بتاع الجلايكول بيبدأ إن هو يزيد. طيب كنا عاوزين نسأل سؤال كده، هو الموضوع ده بيتم إزاي؟ يعني إيه مثلًا أنا باضخ غاز، الغاز ده بياخد لي المَيّة ويطلع بيها؟ هي الفكرة هنا إن الحتّة ديّة بتعتمد على حاجة اسمها الvapor pressure. بمعنى آخر أنا دلوقتي لو عندي جلايكول معاه مَيّة، يبقى في الحالة دي عشان أقدر إن أنا أطيّر المَيّة من الجلايكول أنا محتاج درجة حرارة معيّنة، ولكن أنا لو عندي مادة خفيفة، المادة دي هتخلّي لي المَيّة الboiling point بتاعتها تقل شوية. يبقى أنا في الحالة دي ممكن أطيّر المَيّة من الجلايكول بتاعي بدون ما أوصل لدرجات حرارة عالية جدًا. وده بيكون عن طريق إن الغاز تقدر تقول عليه إن هو بيشيل الwater vapor على كتفه وبيطلع بيه، وبيسهّل خروج المَيّة من الجلايكول. وده باختصار شديد الموضوع بيتم إزاي. طيب عندي طريقة تانية طبعًا وهي طريقة الvacuum pressure. الvacuum pressure هنا بيعتمد إن أنا باقلل الضغط الموجود جوّه الregenerator نفسه. ففي الحالة دي لو المَيّة بتغلي عند درجة حرارة X، فلمّا أنا هاقلل الضغط على المَيّة أو هاقلل الضغط على الmix اللي جوّه ده، أخلّي المَيّة تغلي عند درجة حرارة أقل. ففي الحالة دي أنا استخدمت طاقة أقل. في الحالة دي أنا برضه في الحالة دي باقدر إن أنا بازوّد الefficiency بتاعة فصل المَيّة من
الجلايكول وفي الحالة دي باحصل على lean glycol concentration بتاعه بيكون كبير. ده باختصار شديد يعني إيه gas stripping، وطبعًا برضه هنتكلم عليه قدّام بالتفصيل.